السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلاب الحلوين، طلاب تانية إعدادي. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنحل امتحان العلوم محافظة الوادي الجديد زي ما طلبتوا مني في الكومنتس. الامتحان سهل جدا وبسيط. حضر ورقة وقلم وهات كتابك ويلا بينا نبدأ نحل مع بعض. ولو ليكوا أي سؤال سيبهولي في الكومنت وأنا هرد عليكم. يلا بينا. أول سؤال: أكمل ما يأتي. رتب مندليف العناصر تصاعدين حسب نقط ورتبها موزلي حسب نقط. طبعا مندليف ما جه يرتب العناصر رتبها تصاعدين حسب الوزن الذري، ده طبعا كان غلط. عدل عليه موزلي ورتب العناصر ترتيبا تصاعدين حسب العدد الذري. يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة الرابعة، وهي تتكون من كام مجموعة؟ العناصر الانتقالية طبعا من 10 مجموعات. أعلى طبقات الغلاف الجوي من حيث درجة الحرارة الثرموسفير، طبعا بيصل فيها درجة الحرارة إلى 1200 درجة مئوية، وأقلها درجة حرارة طبقة الميزوسفير، ودرجة الحرارة فيها تصل إلى -90 درجة مئوية. 4. يمثل الأركيوبتريكس حلقة وصل ما بين الزواحف والطيور. سؤال أكمل سهل جدا. تعالوا نشوف مع بعض السؤال التاني. حدد موضع العناصر الآتية بالجدول الدوري الحديث. موضع العنصر يعني إيه؟ يعني عايز رقم الدورة ورقم المجموعة والفئة. طبعا هقدر أحدد إزاي؟ عن طريق التوزيع الإلكتروني. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. أول عنصر عندنا الN7 ذرة النيتروجين. طبعا هوزع الإلكترونات الأول. العدد الذري 7، يبقى عندها 7 بروتونات وهوزع 7 إلكترونات. الكي تشبع ب2 إلكترون، والال هيتفضلها كام من ال7؟ هيتفضلها 5. يبقى إذا هنا هعرف رقم الدورة إزاي؟ عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. عندي كم مستوى طاقة مشغول بالإلكترونات؟ مستويين، الكي والال. يبقى إذا العنصر يقع في الدورة الثانية. لو قال لي علل ليه؟ لأنه يحتوي على مستويين للطاقة مشغولين بالإلكترونات. طب رقم المجموعة بجيبها إزاي؟ آخر مستوى الطاقة عندي أبص فيه كام إلكترون؟ 5. يبقى إذا العنصر يقع في المجموعة الخامسة إيه؟ العنصر يقع في المجموعة 5A اللي هي الخامسة A. ده طبعا ترقيم قديم، أو المجموعة الكام؟ ال15. يبقى الفئة إيه؟ الفئة B، لأن المجموعة الأولى والتانية هي الفئة S. بقية المجاميع اللي علينا في تانية إعدادي هي الفئة B. تاني عنصر عندنا هو الكالسيوم Ca20. هوزع برضو الإلكترونات. أدي النواة فيها 20 بروتون. عرفت ازاي مثل ان ده العدد الذري، وهوزع 20 إلكترون. K شبع ب2 إلكترون. ال8 هيتفضل من ال20 10. هل ينفع الام تاخد ال10 الكترونات وتبقى اخر مستوى الطاقه فيه 10 الكترون؟ طبعا غلط. اخر مستوى الطاقه لا يتحمل اكتر من 8 الكترون، عشان كده الام هتاخد 8 الكترونات. بعد كده الN 2 الكترون. يبقى اذا العنصر يقع في الدوره الرابعه. يقع في الدوره الرابعه. ليه يا مس؟ لانه يحتوي على 4 مستويات طاقه مشغوله بالالكترونات. طب المجموعه الكام؟ آخر مستوى الطاقة كام إلكترون؟ 2 إلكترون. يبقى المجموعة 2A أو المجموعة الثانية. المجموعة الثانية، ده طبعا ترقيم حديث، أو 2A. 2A يبقى الفئة S. تالت عنصر عندي لأن 10 النيون. تعالوا نوزع مع بعض كده. 10 بروتون. الكي شبع ب2 إلكترون طبعا لقانون 2 نون تربيع. ال 8. اخد بالي هنا بقى ال مشبع بالإلكترونات، يبقى إذا العنصر ده يقع في المجموعة الصفرية اللي هي الغازات الخاملة. طيب الدورة الكام؟ الدورة الثانية، لأنه عنده مستويين للطاقة مشغولين بالإلكترونات. يبقى إذا العنصر يقع في الدورة الثانية، المجموعة
الصفرية اللي هي تشمل الغازات الخاملة، بسميها برضو المجموعة كام؟ ال18. الفئة B. رابع عنصر عندي ال S16 الكبريت، هوزع برضو الإلكترونات، فيها 16 بروتون النواة. الكي تشبع ب2 إلكترون. ال 8 2 و8 10، يتفضل كام للمستوى الطاقة ام؟ يتفضل 6. يبقى إذا عندي 3 مستويات للطاقة مشغولين بالإلكترونات، يبقى إذا العنصر يقع في الدورة الثالثة. يبقى العنصر يقع في الدورة الثالثة. طيب المجموعة الإيه؟ المجموعة 6A أو ال16 اللي هي مثل إن آخر مستوى الطاقة يحتوي على 6 إلكترونات. يبقى الفئة كام؟ الفئة B. تحديد مكان العنصر من أسهل الأسئلة اللي ممكن تيجي لك في الامتحان. وصلنا مع بعض لجيم. علل ارتفاع درجة غليان الماء بسبب وجود الروابط الهيدروجينية. أي خاصية شاذة للمية سببها وجود الروابط الهيدروجينية. اكتبوا لي في الكومنت تعريف الرابطة الهيدروجينية. تاني حاجة، استخدام الكوبالت 60 المشع في حفظ الأغذية لأنه ينتج عنه أشعة جاما التي لها القدرة على وقف نشاط الجراثيم دون أن تؤثر على صحة الإنسان. هقولها تاني، كوبالت 60 مشع يستخدم في حفظ الأغذية لأن ينتج عنه أشعة جاما التي لها القدرة على وقف نشاط الجراثيم دون أن تؤثر على صحة الإنسان. وصلنا مع بعض للسؤال الثاني. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. مقدرة الذرة في الجزيء التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها، دي طبعا السالبية الكهربية. 2. ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي. تمام، شاطرين. ستائر ضوئية ملونة مبهرة ترى من القطبين الشمالي والجنوبي للأرض، ظاهرة الأورورا أو الشفق القطبي. شفق القطبي أو الأورورا. التناقص المستمر في أعداد أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويض، ده طبعا الانقراض. السؤال باء، اذكر مثالا واحدا لكل من مركب تساهمي لا يذوب في الماء. لو مركب تساهمي يذوب في الماء هقول عليه السكر، ولكن تساهمي لا يذوب في الماء يبقى إذن الزيت، زيت الطعام، زيت الطعام. لو قال لي علل ليه زيت الطعام مركب تساهمي لا يذوب في الماء؟ لأنه لا يكون روابط هيدروجينية مع الماء. أما السكر أيضا مركب تساهمي ولكن يذوب في الماء لأنه يكون روابط هيدروجينية مع الماء. 2. أكسيد حامضي، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون CO2. حفرية طابع، ممكن حفرية طابع سمكة، حفرية طابع سمكة، أو حفرية نبات السرخاسيات. حفرية قالب مصمت، عندي 3 حفريات ممكن أختار أي واحدة منهم، يا إما الأمونايت أو النيمولايت أو الترايلوبايت. 3 حفريات دول يعتبروا قالب مصمت. وصلنا مع بعض للمسألة. إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل يعني أسفل الجبل، سفح جبال إيفرست 20.6 متر، فكم يبلغ عند قمته التي ترتفع عن سطح الأرض مقدار 8862 مترا. أخد بالي هنا مترا، طبعا في بداية المسألة لازم أحول المتر إلى كيلومتر. ليه يا مس؟ عشان القانون اللي أنا بحل بيه كل ما ارتفعت إلى أعلى 1 كيلومتر تنخفض درجة الحرارة مقدار 6.5 درجة مئوية. أنا عملكم هنا على القناة حلقة كاملة حل فيها كل مسائل طبقة التروبوسفير، اللي مش فاهمها يرجع تاني للفيديو، وربنا يوفقكم وتفهموا. لو في أي مشكلة سيبولي في كومنت السؤال بتاعكم وأنا هرد عليكم. تعالوا مع بعض نحل المسألة. زي ما انتم شايفين كده أنا لخصت المسألة. أدي الجبل،
درجة الحرارة عند السقف 20.6 درجة مئوية، وارتفاع الجبل 8862 متر. أول خطوة لازم أقولها تحويل الارتفاع من متر إلى كيلومتر. هحول من الصغير للكبير، يبقى إذا هقسم على كام يا مس؟ هقسم على 1000. ليه؟ لأن الكيلومتر فيه 1000 متر، يبقى أنت 8862 على 1000 هتدينا 8 كيلو و862 من 10000 كيلو متر. بعد كده تاني خطوة طبعا هجيب مقدار التغير في درجة الحرارة بيساوي الارتفاع في 6.5 طبعا للقانون اللي احنا بنحل بيه. يبقى إذا مقدار التغير في درجة الحرارة هتساوي الارتفاع في 6.5. الارتفاع عندي كام؟ 8862 من 10000 في كام؟ في 6.5. هنحسبها على الآلة الحاسبة هتطلع 57.6 درجة مئوية. طب أنا عايزة أجيب إيه؟ عايزة أجيب درجة الحرارة عند القمة. يبقى إذن درجة الحرارة عند القمة، أسأل نفسي يا ترى هجمع ولا هطرح؟ أنا كل ما برتفع إلى أعلى تقل درجة الحرارة، يبقى إذن هطرح. درجة الحرارة اللي عندي دي اللي هي 20.6 ناقص 57.6. الناتج هيكون سالب 37 درجة مئوية. ممكن يسألني يقول لي هل يتكون جليد عند قمة هذا الجبل؟ طبعا نعم يتكون جليد، لأن درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية. وصلنا مع بعض للسؤال الثالث. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. استخدام مياه المناطق البحرية في تبريد المفاعلات النووية ينشأ عنه تلوث إيه؟ حراري ولا إشعاعي ولا كيميائي ولا بيولوجي؟ طبعا بستخدمها في تبريد المفاعلات النووية، يبقى إذن ينتج عنه تلوث حراري. 2. اكتشف العالم نقط مستويات الطاقة الرئيسية للذرة. طبعا العالم بور. تقدر درجة الأوزون بوحدة الدوبسون اللي هي دي يو، ودرجة الأوزون الطبيعية 300 دوبسون اللي هي تمثل 3 ملم. 4. من أمثلة الحفريات الدقيقة: الماموس، السرخسيات، الفورامينيفرا، النيمولايت. طبعا الفورامينيفرا لأنها حفريات دقيقة ترى تحت المجهر هي والراديولاريا، ووجودهم في الصخور يدل على أن هذه البيئة مناسبة لتكوين زيت البترول. رقم ب. استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات: البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفضة. طبعا الكلمة الغير مناسبة الفضة. ليه؟ لأن باقي الكلمات تتفاعل مع الماء، أما الفضة طبعا لا يتفاعل مع الماء. السيليكون، التليريوم، البروم، البرون. طبعا مين؟ البروم. ليه يا مس؟ لأن الباقي أشباه فلزات. أكسيد النيتروجين، بخار الماء، الفريون، الهالونات. طبعا بخار الماء لأن الباقي من ملوثات طبقة الأوزون، أما بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر من الغازات الدفيئة التي تعمل على رفع درجة حرارة الأرض عام بعد عام. الباروميتر، الأنيرويد، الترمومتر، الألتاميتر. طبعا الترمومتر لأن الباروميتر يستخدم في تحديد الضغط الجوي، ومنه صنعت الأنيرويد والألتاميتر. يبقى الثلاثة دول أجهزة تستخدم في قياس الضغط الجوي. رقم ج. عند تحليل الماء كهربائيا كان حجم الغاز الذي يشتعل بفرقعة عند تقريب شظية مشتعلة إليه 14 سنتيمتر مكعب. طب مين الغاز الذي يشتعل بفرقعة؟ طبعا غاز الهيدروجين اللي هو ال H2. ما اسم هذا الغاز؟ غاز الهيدروجين H2. ما اسم حجم الغاز الآخر الناتج عن عملية التحليل الكهربي؟ طبعا الغاز الآخر هو مين؟ غاز الأكسجين O2. حجمه كام؟ حجم غاز الأكسجين نصف حجم غاز الهيدروجين. يبقى إذن الحجم هيساوي حجم غاز الهيدروجين على 2. غاز الهيدروجين كام؟ 14 على 2 هيساوي 7 سنتيمتر مكعب. ما اسم الجهاز المستخدم في عملية التحليل الكهربي؟ طبعا فولتميتر هوفمان. فولتميتر
هوفمان. ممكن يطلب مني كمان اكتب معادلة التفاعل. معادلة التفاعل انا عندي الماء H2O، اكتب كده على سهم التحليل الكهربي، وحمض الكبريتيك المخفف لانه ماء محمض داخل الفولتميتر هوفمان هينتج عني غازين، غاز الهيدروجين H2 زائد غاز الاكسجين O2. ابدا ان انا اوزن المعادله. عندي ذرتين هيدروجين داخلين في التفاعل الكيميائي وهنا ذرتين خارجين. طيب تمام. واحده اكسجين، ذره واحده اكسجين داخله في التفاعل الكيميائي وهنا ذرتين، هل ينفع؟ لا. يبقى احط 2 هنا جنب الميه H2O طبعا عشان المعادله تتوزن كويس، يبقى 2 جنب غاز الهيدروجين. وصلنا مع بعض للسؤال الرابع. ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب. منساش التصويب عشان بيبقى عليه نص الدرجة. زيادة تركيز الزئبق في مياه الشرب يؤدي إلى الإصابة بفقدان البصر، صح جدا. تدل حفرية السرخسيات على أن البيئة المعاصرة تكوينها كانت دافئة صافية ضحلة، لا طبعا غلط، ما كانتش دافئة صافية ضحلة، ولكن كانت بيئة استوائية ممطرة حارة. بيئة استوائية ممطرة حارة. تعتبر محمية الباندا أول محمية طبيعية تم إنشاؤها في مصر؟ طبعا غلط، الباندا دي في الصين، ولكن محمية إيه؟ محمية رأس محمد في جنوب سيناء. الغازات الدفيئة تنتج من احتراق الوقود الحفري وحرق وقطع أشجار الغابات. مش الغازات الدفيئة، مين اللي بينتج عن قطع أشجار الغابات وحرق الوقود الحفري؟ وغاز ثاني أكسيد الكربون، اكتب CO2. اختر من العمود B و C ما يناسب العمود A وأعد كتابة العبارة كاملة. العمود A جايب لي إيه؟ الفاء F قدم ديناصور، الإكسوسفير، الصوديوم. العمود B من عناصر الأقلاء تقع أسفل الجدول الدوري، تسبح فيها الأقمار الصناعية، حفرية آثر تتكون من 3 أعمدة رئيسية. العمود C تضم عناصر سلسلتي اللانثانيدات والأكتينيدات، تدل على نشاط الكائن الحي قديما أثناء حياته. يساهم في توليد الكهرباء من الطاقة البخارية، تستخدم في اتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني، تحتوي على 99% من بخار الماء الغلاف الجوي. تعال نشوف مع بعض. طبعا انت في كراسة الإجابة هتكتب رقم 1 الفئة F، تكمل بقى عليها. الفئة F دي مالها؟ تقع أسفل الجدول الدوري وتضم عناصر اللانثانيدات والأكتينيدات. يبقى تكتب كده في كراسة الإجابة رقم 1 الفئة F تقع أسفل الجدول الدوري وتضم عناصر سلسلتي اللانثانيدات والأكتينيدات. قدم الديناصور دي طبعا حفرية آثر. وبعدين هكمل الإجابة بتاعتي، قلت تدل على نشاط الكائن الحي القديم أثناء حياته. الإكسوسفير تسبح فيها الأقمار الصناعية، وتكمل إجابتك. وتستخدم في الاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني. الصوديوم Na يعتبر من عناصر الأقلاء لأنه يقع في المجموعة ال1A لعناصر فلزات الأقلاء، ويساهم في توليد الكهرباء من الطاقة البخارية. طبعا مش هتعمل زي كده، انت طبعا هتكتب جمل كاملة، 1 كذا 2 3 4. آخر سؤال عندنا، ماذا يحدث مع كتابة المعادلة الرمزية الموزونة كلما أمكن ذلك؟ امرار غاز الكلور في محلول بروميد البوتاسيوم. تعالى نكتب المعادلة كده الأول بعدين هنقول ماذا يحدث. الكلور Cl2 ليه مس 2 لأنه من الهالوجينات، قلنا الهالوجينات توجد على هيئة جزيء ثنائي الذرة أو على هيئة مركبات، مع محلول بروميد البوتاسيوم KBr. الكلور طبعا أنشط من البروم فيحل محله، يبقى يدينا كلوريد البوتاسيوم وينتج البروم Br2. أوزن المعادلة، حط 2 K جنب ال KBr، 2 جنب ال KCl. تعالوا نشوف مع بعض. هنقول ماذا يحدث. هيحل الكلور محل البروم لأن كل هالوجين يحل محل هالوجين الذي يليه، وينتج عندي كلوريد البوتاسيوم والبروم. تاني حاجة، وضع شريط من المغنيسيوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف مغنيسيوم Mg زائد حمض الهيدروكلوريك HCl مخفف، اكتب مخفف على السهم او دايل. اقسم المركب، الMg هتاخد الCl يبقى MgCl2 ليه مس 2
علشان المغنيسيوم تكافؤه ثنائي أما الكلور تكافؤه أحادي، وتصاعد غاز الهيدروجين H2. طبعا هوز المعادلة أحط 2 هنا جنب ال HCl. إيه اللي هيحدث بقى؟ هيتفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ويتكون لي ملح الحمض بين قوسين كلوريد المغنيسيوم، ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يمكن الكشف عنه عند تقريب شاصية مشتعلة تشتعل بفرقعة. أتمنى تكونوا استفدتوا. لو عايزين أي محافظة أحلها معاكم اكتبوها لي في كومنت وأنا هحلها معاكم بإذن الله، وإن شاء الله هنكمل مع بعض الترم التاني وشرح المنهج، وبعد كده نحل مع بعض التدريبات ونحل امتحانات المحافظات. أتمنى لكم التوفيق ومتشكرة لكم جدا ولمتابعتكم، وكانت معكم مس رندا حسن. مع السلامة.